بص هو ربنا ما بينساش حد. كنت ممكن انا الصبح باخده بروح في مطعم هنا كان بيدينا فطار، في مطعم تاني بعديه جوه مش عربية فول، ايوه بيدينا برضك سندوتشات، بيدينا اكل. فالصبح احنا بناكل بنفطر من عنده، والغدا ممكن يكون معانا اكل بنتغدى منه. تمام. يا اما نروح نجيب قرص نجيب اي حاجه من المطعم وباكل. في ناس ساعات برضه كويسه بتعدي، ممكن حد يدينا، ممكن حد يدينا 50، ممكن حد يدينا 20 زي ما تيجي، وانا باخد عيالي واجيب لهم الاكل بتاعهم في مكانك كده. في مكان عندكم ما نعرفش اصلا. يعني انا ما اعرفش شوارع، بس اعرف الناس اللي حواليا بس. تمام. طيب مكانك اللي انت قاعده فيه فين دلوقتي؟ في اول شهيد عند مدرسه متوقع. تمام. طيب انت لو حابه تناشدي بحاجه معينه او تطالبي بحاجه معينه، سواء كنت ليكي انت او لاولادك الصغيرين، ايه اللي انت عايزاه واللي انت تطلبيه؟ انا بتمنى ان انا ادفع ايجار ومش القعده دي بعيد. وايه؟ ان انا ابقى بدفع ايجار على طول وماليش دعوه بيني، ما اقعدش بعيال القعده دي كده تاني، ولا ليا دعوه بحد في الشارع. انت حاجتك موجوده زي ما هي كلها في ايجار. زي ما هي. انا حاجتي على بور شويه مواعين، تلفزيون وستيكر ومروحه وحته مطبخ كده مستعمل خشب، واحنا بننام على الفرش. طيب انت معلش، يعني انت بقالك بتقولي سنه، هل في خلال السنه دي ابوهم ما سالش عليهم، ما شافهمش عايشين ازاي؟ ما حاولتيش انت مثلا تعرفيه بوضعك وبحال ولادك دلوقتي او ولاده؟ لا. لان انا ولادي كده احسن ما احنا كنا معايا. ده كان بيضربهم، دي كان الموتوسيكل يضربها يسرق لها تجريها. يعني مش هو اسلوب اب لبنته. يعني انت لو سالتها قول لها كان بيعمل معاك مثلا ايه ولا كان تقول لك ده كان ما يضربها، دي طفله نفسها تتعب، وكان بيمسكها يموتها. عشان كده انا كنت بتخانق معاه عشان ما اضربهاش. بالظبط. طيب هل ليك اي طلبات تانية غير موضوع ايجارك؟ يعني لو حابه حاجه معينه تناشدي بيها دي فرصتك. انا مش بطلب فلوس من حد في ايديا، انا محتاجه ايجاري بس يديها، واقعد بعيالي في المكان اللي منه وخلاص. تمام.